السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنتكلم على تونر للشعر مفيد جدا ومغذي جدا، تونر البلح او نواة البلح وحبة البركة. قبل ما نبدأ، لو عجبك الفيديو حطي لي لايك وشير واشترك في القناة لو مش مشتركة، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله وعلى رسول الله. صلوا على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ. دي نواة البلح. مبدئيا ده نواة البلح، ده متحمص. هتحمصيه مش تحرقيه، هتحمصيه مش تحرقيه. هنحمصه وبعدين هنطحنه، هيبقى بالشكل اللي جنبه ده. نواة البلح لها فوائد كتير جدا 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 للبشرة وللجسم وللشعر، داخليا وخارجيا وكل حاجة. ودي حبة البركة، بس دي مطحونة. حبة البركة مطحونة، مطحونة ماشي، حب ماشي، مفيش مشكلة. بس نواة البلح لازم تطحن بالشكل ده. هنعمل ايه؟ هنجيب اناء بالشكل ده، هتحطي فيه دي تقريبا معلقه حبه البركه، معلقه كبيره، وهنحط عليها معلقتين من نواه البلح. وبعدين هتحطي عليهم بتاع نص لتر من الميه، وهتحطيهم على النار يغلوا لمده دقيقتين مش اكتر. بعد كده، وهو طبعا لازم يكون متغطي عشان زيت الطياره اللي فيه. وبعد كده هتغطيه وتسيبيه لغايه تاني يوم. يعني انت تاني يوم هتاخدي الشاور بتاعك الصبح مثلا، تغسلي راسك كويس وخدتي الشاور بتاعك تمام. هتصفي نواة البلح ده من الشوائب اللي فيها، من حبة البركة ونواة البلح. تصفيه كويس بمصفى ضيقة خالص عشان ما يضايقكيش في شعرك. بعد كده، بعد ما تاخدي الشاور بتاعك، توطي راسك كده وتغسلي راسك بالتونر ده وتنشفيه، وخلاص على كده. ممكن تقضي بيه باقي اليوم لغايه تاني يوم، مفيش اي مشكله. ده فوائده بقى ايه؟ اولا نواة البلح لها فوائد كتيره، انها مضاده للاكسده، فهي بتنظف فروه الراس كويس جدا. تنظف لك فروه الراس، لو عندك قشره، لو عندك فطريات، لو عندك اي حاجه في فروه الراس هتنظفها لك. وكمان كده زياده كمان مغذيه جدا بوصلات الشعر، لان فيها حديد وكالسيوم ومغنيسيوم وزنك. فيها مجموعة فيتامينات ومعادن لا تعد ولا تحصى، كلها لها فايدة عظيمة جدا للشعر. طبعا للجسم كمان. ممكن تشربيه، ممكن يعني ده ممكن تشربي منه كوباية، وممكن تعمليه كله على الشعر عادي. قلنا هتغسلي شعرك وهتحطيه. طبعا بقى فوائد حبة البركة كمان لا تعد ولا تحصى، هي اسمها حبة البركة، فبرضو مفيدة جدا لشيب الشعر، كتير جدا 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 لشيب الشعر. طبعا حبة البركة معروفة لشيب الشعر، كمان لسقوط الشعر، لفروة الراس، تنظف فروة الراس من القشرة. يعني الاتنين احسن من بعض في كل حاجة. ممكن كمان تحطي منهم شويه كده في ازازه بخاخ، وهترشي على راسك على شعرك كل شويه كده اهوت 5 6 7 8 مرات في اليوم، مفيش مشكله. و زي ما قلنا، وده الباقي. لو فضلتي معايا لغايه كده، يا ريت تعملي لي لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.